السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا بنات، هنخبز مع بعض العيش الشمسي على فرن البوتاجاز. هنعمله بطريقة سهلة وجميلة جدا. الفيديو ده الحباء اللي بيحب العيش الشمسي. والله يا بنات الطريقة سهلة جدا جدا هتعجبكم. الاول هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهننخل الدقيق. انا جايبة 2 كيلو دقيق سايب من عند العطار. هننخل الدقيق لان الدقيق السايب بيبقى منثور فيه مكرونه زي ما انتوا شايفين كده، رز، عدس، غباره كده ولا كده، لازم ننخله. انا جايبه المنخل ده زي ما انتوا شايفين بنخل بيه الدقيق. هننخل كده الدقيق مع بعض وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه يا بنات. بس لو عجبكم الفيديو بتاعي كده والعيش ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه. بص يا بنات، هما 2 كيلو بالظبط زي ما انتوا كده شايفين. هننخلهم زي ما قلت لكم كده، وبعد كده هنعجن بميه فتره. وعندي حبه لبن قطعه هنعجن بيها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. العيش الشمسي ده بخميره فوريه، يعني العيش السريع، مش العيش اللي هو بتاع الصعيد اللي على اصول اللي مربيه له خميره لبن زي ما بنعمل الفايش الصعيدي. لا، ده عيش سريع، عيش بالخميره الفوريه دي، عيش سريع او الخميره البيره. ينفع ده ينفع وده ينفع، سريع جدا ما شاء الله. اما العيش الشمسي اللي على اصوله بتاع الصعيد اللي هو مربيين له خميره لبن اللي زي اللي بنعمل بيها الفايش، وبيتخبز بدقيق قمح اللي هو بنطحنه يا بنات في المطحن او في البابور، اللي هو عارف اللي هيسمعنا من الصعيد. بيطحنوا الدقيق القمح وبينخلوه وبيخبزوا بيه. بص يا بنات، اللبن القطع اللي عندي ده كده انا هعجن بيه. هديكي طعم وريحه العيش الشمسي اللي بيعملوه بالخميره اللبن بالظبط. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو ما عندكيش اللبن القطع ده اعجنيه بميه خال عادي جدا جدا يطلع لك زي الفل. بس الميه احنا الجو حر تبقى ميه فتره، يعني ميه من الحنفيه عادي ما تخافيش خالص. حطينا كده الاول واحنا بنحط الدقيق، حطينا نخلنا الدقيق وبعد كده حطينا معلقه من الملح، حطينا معلقتين من السكر، وحطينا معلقه من الخميره اللي هو ما يعادل الكيس اللي احنا بنجيبه من السوبر ماركت اللي هو 10 جرام بس يا بنات. وعجننا باللبن، كان اللبن فاتر برضو والميه فاتره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. افضل نعجن فيه كده، نكب الميه لحد ما يوصل للمرحله دي، ونفضل نعجن فيه كده، ناخد وندي فيه عشان العجينه يبقى معاكي مربي كده عرق وحلو كده زي ما انتوا شايفين يا بنات. انا مش عاملاها العجينه سايبه قوي ولا ماسكه قوي، عشان احنا هنخبزه على فرن البوتاجاز، ما عندناش مطرحه نخبز بيها ولا اي حاجه. احنا هنعمله هنقطعه في الصواني يا بنات او الاطباق على حسب ما انتي هتقطعي، وهنسيبه زي ما هو وهنخبزه. الاول هجيب الرده دي كده، بجيبها برده من عند العطار. تقولوا له انا عايزه رده ناعمه اللي هي بتاعت الخبيز او بتاعت الاكل، ما تجيبيش الرده الخشنه. قولوا له انا عايزه رده ناعمه او النخاله. بعد كده هخلط عليها حبه من الدقيق يا بنات زي ما انتم شايفين، عشان يبقى العيش قعره كده، يعني مش ماسكه في الرد قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لو مش عايزه تحط حبه الدقيق دي عادي جدا جدا، هي كده كده الرده ناعمه وحلوه. اللهم بارك. بصي يا بنات، انا هعمل كده في الصواني زي ما انتم شايفين، صواني شاي، صواني اكل، اطباق المونيا تكون بتعملها اللي بناكل فيها اللي هي مفلطحه دي كده، كله حلو. بصي يا بنات، جميل جدا جدا ما شاء الله. والله طريقه سهله وحلوه ما بتاخدش وقت. العجين ده يا بنات احنا بنقطعه على طول، ما بيختمرش وهو في البوله او في الطبق، ما بيختمرش وهو ولا في البوله ولا في الطبق. لا، احنا بنقطعه وبعد ما نقطعه هنبطه زي ما هوريكي كده، بس بعد ما اقطعه وبعد كده نسيبه يختمر. هبص يا بنات، انا هعمل حجم الرغيف اللي انتوا هتشوفوه ده كده اهو. بصوا يا بنات اهو، ممكن تصغريه ممكن تكبريه على حسب ما تحبي. بص العجينه بتاعته ماسكه كده شويه، لا طريه قوي ولا ماسكه قوي. انت ايدك ما بتلزقش فيها ليه؟ عكه ايدي حبه زيت كده من تحت عشان العجينه ما تلزقش فيها. ممكن بدل حبه الزيت دي تقطعي بدقيق، يعني تحطي كده عشان تسوي، تحطي الرغيف في الدقيق كده اهوت وتسويه بايدك، وبعد كده تحطيه على الرده عادي جدا جدا وحلو خالص تحفه ما شاء الله. بصوا يا بنات اهو كده شايفين اهو، شايفين ادي الرغيف اهو زي ما انتوا شايفين.
حجمه مش كبير قوي ومش صغير قوي، بس في ناس بتحب الحاجه صغيره، في ناس بتحب الحاجه كبيره. انا عاملاه وسط، لا كبير ولا صغير، وهتشوفوه في اخر الفيديو هتلاقوه حلو وتحفه ما شاء الله. والله العظيم طعمه حلو كده مسكر، تحفه 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 يا بنات. بيتاكل بيه كل حاجه. العيش ده بتاكلي بيه طبيخ، تاكلي بيه ملوخيه، الله تاكلي بيه باميه حلو قوي قوي، تاكلي بيه بسله، تاكليه بلبن الصبح كده تفطري بيه بيبقى تحفه، تاكليه بشوربه، شوربه بيضه، شوربه حمرا، تقليه اللي هو الصوص بتاع البصل ده. حاجه كده يعني حلو خالص خالص ما شاء الله. بيمشي على كل يعني كل حاجه بيمشي بيها. تعمليه فته بيبقى تحفه. بصي يا بنات، انا عملت بالكيس كده، لقيت الكيس بيلزق، هحوش الكيس وهبل ايدي كده من الدقيق كده اهوت، يعني احط ايدي في الدقيق ابلها كده وابط العيش، هبطه كده زي ما انتوا كده شايفين. بصي يا بنات اهي كده انا بطيته كده زي ما انتوا كده شايفينه. لو عندك موز جديد شارياه ماشي، اعملي شق بالعيش هيطلع لك حلو قوي قوي. لو ما عندكيش بالخله بتاعت السنان دي وتعملي بيها، بس طبعا تكون نظيفه، يا طلعها من العلبه على طول تعملي بيها. تشق العيش كده في نص الرغيف كده وتشقيه كده، اوعي تخبزيه من غير ما تشقيه، عشان لو خبزتيه من غير ما تشقيه هيبقى عامل لك زي الكوره بالظبط ومش هيبقى له ملامح. لكن لما تشقيه كده بيبقى حلو كده، وبيبقى زي ما انت هتشوفيه المنظر اللي هتشوفيه لما يتخبز. وبعد ما بشقه كده على طول بحطه زي ما هو كده بالصينيه في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. والف الف الف مبروك على الفريق بتاعنا بتاع الكوره اللي كسب كده. عقبال يا رب المباراه النهائيه كده يا رب اما نوصل لكأس العالم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يا بنات حاجه تحفه 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 ما شاء الله زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا في الوقت ده وانا بعمل فيه العجين، بشق العجين كده مشغله الفرن، مشغلها من تحت بس مش مشغله الشوايه، عشان هو هيحمر من فوق ومن تحت زي ما انتوا كده شايفين. بصوا يا بنات انا موريكم على فرن البوتاجاز قدام عينكم، بس لو الصاجه بتاعت الفرن بتاعتي انا دي رقيقه، انا حاطاه كده على جنب، بس خدوا بالكم ممكن يشيط منكم، اللي هو من تحت ده على الصاجه ممكن يشيط، فخلوا بالكم من الحته دي عشان العيش ما يشيطش منكم. بصوا يا بنات احمر كده من غير اي شوايه، بسم الله ما شاء الله. لو وصلنا لحد هنا كده في الفيديو ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، تنورونا وتكترونا. بصوا يا بنات بصوا حكايه، بص الشقه بصوا اللي عاملينه هو اللي مشققينه كده، بصوا تحفه 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 زي ما انتوا كده شايفينه اهو. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله. بصوا الشكل، بصوا اللون والطراوه بتاعته حاجه كده زي العسل، تاكلي بيه كل حاجه. العيش ده ما شاء الله والله العظيم لو كلتيه حاجه زي العسل. بصوا يا بنات انا هوريكم ان هو انا خبزاه على فرن البوتاجاز تاني، المشهد ده متعاد تاني، خبزاه على فرن البوتاجاز يا بنات، على البوتاجاز العادي خالص خالص عندنا اهو زي ما انتوا كده شايفين. هتسخن الفرن وتحطيه وتقفل على الفرن وهيطلع لك زي ما انتوا كده شفتيه زي الفل كده. بصوا يا بنات تحفه تحفه. يا رب ما تنسونا بلايك واشتراك في القناه وكومنت كده حلو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيبكم في رعايه الله.